نحن الآن في حرب تحرير، نعطي كل شيء، نعطي البشر، نعطي الدم، نعطي كل شيء. إذا ما عندنا شيء نشترك فيه إلا القتال. فيما يخص القتال كل الناس شركاء في القتال وفي العطاء وبقدم من سواء. الشيء اللي عندنا كذلك نوزعوه بعدالة تامة وشيء بسيط جدا. فيما يخص المستقبل لدينا برنامج يوضح هذا الجانب بالأساس، ممكن اطلاعكم عليه. احنا سنكون مخلصين تماما لفقرات وأجزاء هذا البرنامج في المستقبل، ولكن انشغالنا الحالي هو مسألة رد العدو، صد العدو. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إعطاء أو إبداء شهادة في حق الشهيد محمد عبد العزيز رحمة الله عليه ليست بالأمر الهين ولا السهل، لا شكلا ولا مضمونا، نظرا لعظمة الرجل رحمة الله عليه ونظرا لمكانته في قلوبنا جميعا كصحراويين وفي قلبي بشكل خاص كمناضلة ومواطنة بسيطة من الصحراء الغربية. لن أتحدث بأسلوب الدبلوماسي والقيادي في جبهة البوليساريو الذي جمعه العمل إلى جانب الشهيد محمد عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكنه جنة الفردوس، ولا بلسان المقاتل الذي خبر شجاعة الراحل رحمة الله عليه، ولكني سأتحدث بلسان ليس فقط مناضلة من الأرض المحتلة، ولكن بلسان ابنة ذاقت مرارة وألم اليتم، لأنني بالفعل بكيت محمد عبد العزيز رحمة الله عليه بكاء سعاد، بكاء أم عبد المنعم والولي الحبيب، بكاء ابنتي افتقدت والد حنون وليس قائدا أو زعيما. حقيقة افتقدنا هذا الوالد الحنون الطيب الخلوق الموجه والناصح والمرشد والملهم، وإن كان رحل عنا بجسمه فسيظل خالدا في قلوبنا وفي ذاكرتنا الجماعية، سيظل ذكراه يسكننا، وسنظل نمشي على خطاه، نمشي على تلك التوجيهات القيمة والحكيمة. وبالنسبة لي شخصيا كان مصدر إلهام، مبعث للأمل، فكلما ضعفت معنوياتي وجدت ذاك الأب الموجه كما قلت، وارتفعت معنوياتي. كل لقاءاتي بالوالد رحمة الله عليه محمد عبد العزيز كانت يعني مصدر لرفع المعنويات، وخبرته يعني في مواقف معينة اللي كنت أشعر فيها يعني تصدع في المعنويات بسبب خذلان من جهة، بسبب مواقف معينة لبعض الدول واللي انهزت فيها يعني معنوياتي شيئا ما، ولكني كنت دائما كما قلت ألجأ إلى هذا الوالد المتميز واللي يتفرد بخصال قل نظيرها في عصرنا هذا إن لم أقل انعدمت. ودائما يعني سأظل أتذكر نصائحه القيمة الحكيمة ذات البعد، يعني
يعني البعيد والعميق في توجيهه خاصة للانتفاضة والأرض المحتلة وجنوب المغرب. كان دائما يحث ويحث ويحث ويوصي إلى آخر لقاء لي به في مدريد في نوفمبر 2015. كان يوصي بالتماسك وبوحدة الصف وبالترفع عن التفاهات والأشياء التي من شأنها أن تمس الفعل الوطني والعمل والقضية الوطنية التي كانت دائما شغله الشاغل رحمة الله عليه. وظل يوصي حقيقة بالوحدة الوطنية، بالتماسك وبالتوجيه. وكان دائما رحمة الله عليه يقول على أنه مكبر الكرش في المناضلين والمناضلات بشكل خاص الذين خبروا المخابئ السرية وذاقوا ويلات السجون والتعذيب، وعلى أنهم ما يخيبوا. هذه هي يعني رحمة الله عليه كلماته دائما على أنه نحن فوق المظنة، واللي يعني لازم عنا نتموا دائما فوق المظنة، على الأقل وفاء لروح الشهيد محمد عبد العزيز ولأرواح كل الشهداء. أحمد الله اللي منحني الفرصة، إن لم أقل الهبة، للتعرف على هذا الوالد الحنون الطيب الخلوق عن قرب، لأنني كنت دائما يعني أكن له الكثير من الاحترام والتقدير، وكلما تقربت إليه وتعرفت إليه أصبح يعني مصدر إلهام بالنسبة لي وقدوة ومثال يحتذى به في الصبر وفي المشي يعني قدما دون النظر إلى التفاهات كما يقول هو المسائل الدنيا، والنظر إلى كل الصحراويين بقلب طيب. وسأظل يعني أتمسك بخصلة يتميز بها، وهو أنه دائما بالنسبة له كل الصحراويين ناس طيبون، لا يعني حتى من يعمل بالخطأ عن قصد أو عن غير قصد هو دائما يلتمس لهم الأعذار. وأنا شخصيا كما قلت خبرته في بعض المواقف، وهو اللي كان حقيقة سند لي في التخطي من تلك العقبات أو النكسات اللي كادت أن تعصف بمعنوياتي كما قلت. و يعني أتذكر في لانساروطي من الأشياء اللي زادت يعني احترامي لهذا الأب الفاضل، أنه كان دائما يتصل على طول 24 ساعة تقريبا، يتصل للاطمئنان على الوضع الصحي، يتحدث إلي شخصيا، ولكنه لم أبدا يتجرأ رحمة الله عليه أن يقول لي أوقف الإضراب احتراما لمواقفي، ولكنه كان يعني يبعث رسائل فيها نصائح على أننا نحن نبغوا الاستقلال، يغير نبغوا أولادنا وبناتنا الفاضلات. يقول رحمة الله عليه احنا نبغوا تخطي كل الصعاب، ونبغوا يعني نعدلوا بطولات غير بقى الخسارة، وطالب من عند الله. نتذكر يعني كلماته لي في يوم 29 من الإضراب، يقول راجي من عند الله أنك أنت هي تحملي علم الاستقلال. وردي كان له نرجى أنا الله على أنه لا يحمل علم الاستقلال سواك. بكل مأساة تتذكر هذا الوالد اللي رحل عنا بجسده، ولكن سيظل خالد في نفوسنا، سيظل حيا في وجداننا، في ذاكرتنا الجماعية. كيف لا، وهو ذلك الوالد اللي نبكيه
لازلنا نبكيه كما بكيناه في يوم 31 ماي. رحمة الله عليه وعلى كل شهداء القضية.